خلينا نكون امنا واحنا بنتكلم ان كان هناك اخطاء في الشكل، اخطاء في الاداء. روح النادي الاهلي اللي الناس متعوداها مش موجوده. الحكم ادى 10 دقائق ضيع منهم 5 دقائق. انا في فاول حسبت الفاول اتلعب بعد قد ايه؟ اتلعب بالظبط بعد حوالي 6 دقائق. فاول بعد 6 دقائق، يعني مثلا مش رجع للفار، مش كان بيدي انذارات، مش كان في، لا ده واحد وقع والتاني وقع وبعدين تتلعب وبعدين جاي مصفر وبعدين جاي راجع وبعدين جاي ما فيش كده في الكوره في العالم. لازم التحكيم في افريقيا يتغير، لكن برضه ما بقولش ده السبب او المبرر، لان انت لو لاعب وعندك الروح وعندك الاصرار وعندك النيه انك تكسب ومحترم المنافس هتكسب. لكن اللي حصل ان اتحاد العاصمه احترم النادي الاهلي جدا وقدره جدا جدا جدا، وهو داخل وعارف ان حظوظه اقل من النادي الاهلي، لكن هو امن بالحظوظ اللي موجوده عنده وعرف يلعب ازاي، وسير المباراه صالحه، كان في صالحه انه يسجل هدف في الشوط الاولاني وانه يحافظ عليه. فالنادي الاهلي عليه سريعا ان يعيد حساباته. برضه بقول ليه؟ لانه الاهلي الموسم اللي فات تفتكروا حضراتكم لما بدا الموسم بدا بلقاء السوبر مع الزمالك وبعدين بدا بمش عارف برضه مباراه ايه والدنيا ايه، فالدنيا مشيت معاه، مشيت بنجاح، فنجاح ولد نجاح، بطوله جابت بطوله، كانت النتيجه ان النادي الاهلي كسب كل البطولات. الكل كان بيراهن انه البطوله دي هتبقى اهلاويه والنادي الاهلي هيبدا منها مشوار بطولات على الاقل افريقيا بشكل جيد، لان الاهلي خلي بالك عنده مباراه بقى صعبه جدا في السوبر ليج، مجازا احنا بنسميه السوبر ليج الافريقي مع سيمبا التنزاني، فريق عنيف جدا، فريق عنيف جدا، فريق جيد جدا جدا. هتلاقي بقى المدرج فيه 60,000 مشجع تنزاني بيشجعوا، والتحكيم الله اعلم شكله عامل ازاي. انا مش هقول برضه، مش هرجع اقول التحكيم خسر النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي خسر نفسه هذه البطوله. خلينا منطقيين وامنا في التعامل، هنا مش هندور على مبررات، هنا لازم تبحث عن الاخطاء. ايه الاخطاء اللي خرجتك من تركيزك؟ ايه الاخطاء اللي خلت المباراه تذهب بالشكل ده؟ ايه اللي خلى كهربا رايح يعترض؟ هو عايز فار، يقول له روح للفار. يا كهربا الفار هو اللي بينادي الحكم، مش الحكم اللي بينادي للفار. فخلاص حضرتك تسكت، ومصمم على الاعتراض. فالراجل حذره مره واثنين وثلاثه والرابع انذار، وانذار مبكر جدا يعمل حاله من التوتر. شوفوا حضراتكم التمريرات الطويله كلها غير موفقه، شوفوا العرضيات كلها غير موفقه، شوف الاستحواذ بتمسك استحواذ وبعدين في الاخر تقوم جاي مرجعها لورا، شوف بدء الهجمه من تحت شكله متاخر ازاي. فالنادي الاهلي مش في حالته النهارده، مش في حالته. معسكر اعداد، مباراه تجريبيه مع بطل مع فريق سلوفيني، مباراه في مصر قبل ما يمشي مع طلائع الجيش. هنقدر نقول او مش يوم النادي الاهلي، لكن انا بتكلم على بطوله كبيره هتبدا بعد شهر، بطوله السوبر ليج الافريقي، وبطوله مهمه جدا جدا واول مره واول نسخه. اذا ما امنتش بحظوظك واحترمت منافسك اوعى بقى تدخل تقول اصل ده سيمبا التنزاني وتنزانيا وخلي بالك في الكره الجزائريه ما تقارنش الانديه بالمنتخب. ليه بقى؟ لانه المنتخب كله لاعيبه محترفين، ما فيش ولا لاعب، يمكن لاعب واحد بس بيكون محلي، والباقيين كلهم من بيلعبوا في اوروبا. فبالتالي لا تقارن مستوى المنتخب الجزائري الرائع اللي في تصوري الشخصي من احسن المنتخبات الافريقيه ولسه كسبان السنغال في السنغال 1-0 كل فريق بكامل نجومه، ما تقارنش ده بده. الانديه لما تيجي تتكلم على الانديه المصريه، لا الانديه المصريه المفروض انه كعبها اعلى، ولكن العجيب والغريب انه تتذكر انه شباب بلوزداد كسب الزمالك ذهابا وايابا. اليوم فريق اتحاد العاصمه مش بضربات الترجيح كسب الاهلي في الملعب، وده ناقوس خطر لما هو قادم. انا هنا بتكلم على المباريات الافريقيه والبطوله الافريقيه. عندي كلام كتير جدا في الجانب الفني، افضل انه يبقى مع الكابتن وليد صلاح الدين، لانه ما شاء الله وليد من المحللين الكبار، وهو هيكون ضيفنا النهارده يتكلم على مباراه الاهلي مع اتحاد العاصمه. مره ثانيه بنجدد التهنئه لفريق اتحاد العاصمه الجزائري بالفوز ببطوله السوبر على حساب النادي الاهلي. بنقول هارد لك النادي الاهلي والشاطر اللي اتعلم من اخطائه.